لو نفسك بقى تاكلي كده حلويات زمان، خاصة البغاشة يا جماعة، تكون بقى مورقة وغرقانة والوش معايا مقرمش وخفيف جدا معايا النهاردة، هنعملها. ولو مكسلة تعجني وتفردي معاكي العجينة، تعالي بقى ما أقولك النهاردة على سر خطير موجودة عندك في البيت هتعملي بيه أحلى بغاشة خطيرة جدا. شايفين الطبقات؟ شايفين مورقة معايا ازاي؟ وطعمها مميز جدا وخطيرة، لدرجة اللي كل اللي هياكلها عندك هيسألك عندك على الطريقة. يلا بينا. عندنا أول حاجة معايا لفة جلاش بجيبها عندي بالشكل ده، وهبدأ دلوقتي أفردها، وهنعمل دي أول خطوة معايا. هنجهز باقي المقادير. بجيب عندي معلقتين كبار من السمنة، بحط عليهم نص كوباية صغيرة من اللبن الحليب. ما شاء الله، اللبن مع السمنة يا جماعة في نفس الطبق معاكم بالشكل ده. بروح بقى مزودة عندي مقدار كده معلقة ونص من البيكنج باودر صغيرة، بقلبهم بقى عندي بالشكل ده. هيبدأ يتفاعل معايا البيكنج باودر مع السمنة مع اللبن، وهيعمل عندي الرغاوي اللي احنا بنقول عليها. يبقى كده معايا كده خطوة مهمة جدا، وهتطلع معاكي مورقة فطير يا جماعة. دي مش بغاشة، دي أحلى فطير هنعملها مع بعض. ما شاء الله، شايفين حركة التقليب؟ شايفين يا جماعة بدأت تتقل معايا ازاي؟ تقل السمنة كمان، والبيكنج باودر اتفاعل معايا كويس جدا. ما شاء الله، شايفين الخطوات؟ صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. ادي هنا بقى بروح مجهزة عندي. طبعا أنا الصواني بتاعتي جاهزة، مقدار صينيتين، حابة تعمليها في صينية كبيرة مفيش أي مشكلة. بروح بقى جايبة عندي ورقتين جلاش في بعض، بجيب كده مع بعض اتنين بالشكل ده، ما بستخدمش واحدة يا جماعة، لازم تستخدمي معاكي اتنين. وبروح جايبة عندي بسيب شوية كده من الحرف كده من الجلاش معايا. وهنا بقى شايفين الخطوات؟ في النص كده بروح دهنة عندي السمنة مع اللبن الحليب وكمان البيكنج باودر، بقلبهم عندي بالشكل ده. هبدأ عندي ألم عندي الجلاش معايا بالشكل ده. شايفين؟ سهلة وبسيطة جدا جدا، بس بين كل تقليبة والتانية لازم أدهنها عندي بالسمنة مع اللبن الحليب. ما شاء الله، شايفين الخطوات؟ سهلة وبسيطة، وهتعمليها في ثواني بدون بقى عجن ولا تورقي ولا تفردي ولا أي حاجة خالص، وهتطلع معاكي النتيجة ممتازة جدا. ما شاء الله، شايفين خطوات السمنة يا جماعة؟ بقفلها كويس جدا معايا. اللهم بارك. شايفين بالشكل ده بقت معايا أحلى قطعة بغاشة خطيرة جدا. هحطها عندي في الصينية مدهونة بسمنة، دي صينية صغيرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وكمان بجيب عندي كل ورقتين جلاش معايا، اللهم بارك، بدهن عندي نص الجلاشة بالشكل ده، وهبدأ أتني كده كل تانية صغيرة. اللهم بارك. حابين بقى تحشوها معاكوا أي مكسرات موجودة عندك، حتى كمان لو ما فيش أي مكسرات حطي سكر مع قرفة بتبقى طعمها مميز جدا. هنا بقى أنا حطيت عندي شوية كده من جوز الهند، وكمان عندي شوية من الزبيب. هبدأ بقى إيه أقفلها معايا بالشكل ده، وبين كل تقفيلة والتانية لازم تدهني من الخليط الممتاز معايا النهاردة. ما شاء الله، شايفين حضراتكم؟ ادي هنا قفلتها كده بالشكل ده، وبين برضو كل تقفيلة بقفلها كده كمربع صغير. ما شاء الله، ادي بقفلها كده كويس جدا من الجناب. لازم تدهنيها سمنة كويس جدا يا جماعة علشان تطلع معاكي جميلة جدا ومقرمشة ومقرمشة من بره، وكمان طرية جوه من جوه، خطيرة جدا. ما شاء الله، شايفين حضراتكم؟ هنا بقى هكمل كل الكمية معايا، لفة الجلاش معايا خلصها كلها. عملت معايا الصينيتين الصغيرين دول. الفرن سخن عندي دلوقتي هدخلهم، بس في خطوة مهمة جدا، وش كده البغاشة لازم أدهنها كمان بالخليط المميز اللي معانا. ما شاء الله، شايفين؟ لازم تدهنيها كويس جدا علشان تطلع معاكي اللون الذهبي اللي انت محتاجاه، وكمان تطلع مقرمشة جدا وخفيفة من جوه.
هتبقى مميزة جدا. بحطها عندي في الفرن في الرف الأوسط، الفرن سخن على درجة حرارة 180. الرف الأوسط يا جماعة بتحطيها معاكي، لازم تحطيها في الرف الأوسط، مش تحطيها تحت علشان مش تتلسوع منك. تبقى تطلع مميزة جدا وما بتاخدش أي وقت خالص، تلت ساعة بالظبط تلاقيها استوت وممتازة. والشربات بتاعها كوبايتين من السكر على كوباية ونص من المية مع عصرة ليمونة. بتسيبيه يغلي لمدة 7 دقايق وبعد كده بسيبه يبرد تماما معايا. ما شاء الله، هنا بقى استوت وطلعت معايا بالشكل الخطير ده. شايفين بقى ايه الجمال والحلاوة؟ اللهم بارك. العسل معايا برد تماما. هنا بقى هبدأ أصب معايا العسل كده على أحلى بغاشة معايا. شايفين يا جماعة الفوران ده عشان هي لسه طالعة عندي من الفرن معايا سخنة جدا. اللهم بارك. مع درجة بقى حرارة الصينية معايا خطيرة ما شاء الله، وبتشرب معاكي العسل بسرعة جدا وبتبرد، بتبقى خطيرة. كل ما تبرد معاكي كل ما بتاكلي كده قطعة بغاشة بتبقى أحلى بكتير جدا من أي حلويات بتاكلوها بره. ما شاء الله، شايفين هي بسيطة قد إيه؟ ما خدتش مقادير يا جماعة، بس بجد حاجة مميزة جدا. اللهم بارك. هنا بقى بعد ما بردت تماما معايا واتشربت جدا من العسل، تعالوا دلوقتي بقى هوريكم دلوقتي درجة التسوية معايا. شايفين تسوية الأرضية بتاعتها خطيرة جدا ما شاء الله، تسوية ممتازة ما شاء الله. وكمان الوش عندي مقرمش وخفيفة جدا من جوه. اللهم بارك. هنفتح دلوقتي مع بعض أحلى بغاشة معايا ما شاء الله، روعة جدا. اللهم بارك. تعالوا بقى هنمسك دلوقتي عندنا قطعة بغاشة ما شاء الله وهنفتحها وهوريكم دلوقتي السوى من جواها خطيرة جدا. وإيه اللي احنا عملناه؟ التسقية الخطيرة من السمنة مع اللبن الحليب والبيكنج باودر عمل لنا إيه في القلب البغاشة معايا بالشكل ده. تعالوا بقى نقطعها مع بعض. شايفين يا جماعة؟ شايفين الطبقات؟ والله العظيم بجد طعمها ممتاز جدا. دي فطير يا جماعة مش بغاشة، دي أحلى فطير، خطيرة جدا ما شاء الله. تقدروا بقى تسموه فطير بالعسل، البغاشة، بس بقى ايه مش فيها تعب ولا فيها أي مجهود خالص. أتمنى إن انتوا تجربوها، ويا رب كده تكون وصفاتي كده خفيفة على قلوبكم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.